السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل بطيخ وندلعه بالجيلي. شايفين شكله جميل قوي ازاي؟ حاطين له فواكه جميلة قوي. الفواكه المتاحة عندك، الفاكهة بتاعت الموسم اللي موجودة حطيها. شايفين طري وجميل قوي ازاي؟ الجيلي بيرقص ازاي. يلا بقى نعرف احنا عملناه ازاي. نسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. بنجيب بطيخة كده وسط، هي دي طلعت كبيرة شوية، انما انت تجيبي بطيخة كده صغيرة شوية وتجيبي لها بقى الفواكه اللي موجودة في الفواكه الموسم اللي موجودة. بتجيبي بقى بطيخة وتقطعي من فوق كده الجزء الفوقاني كده، وبعد كده بفرغها. بحاول افرغ اللي حواليها ده طبعا، اللي هو جواها، عشان عايزة الاطار اللي بره ده بس. اللي جوه ده طبعا ما بيترميش، ده بطيخ بيتاكل، بتشيليه وبتاكليه عادي. بس احنا عايزين البطيخة مفرغة من جوه. بفرغها بقى واخلصها خالص. اديكوا شايفين كده. طبعا البطيخ ده بحطه في التلاجة بيتاكل بعد كده عادي، مفيش مشاكل. وبجيب البطيخة دي طلعت كبيرة شوية، انت جيبيها بقى ايه صغيرة. وبعد كده بقى ايه، انا جبت، كان عندي جبت عنب وجبت تفاح، وكان عندي مانجا حطها في الفريزر مفرزاها وطلعتها. الفاكهة المتاحة عندك حطيها. طبعا انا طلعت المانجا وهي متلجه جامد قوي، بتتقشر معاكي في منتهى السهوله. تعرفي بقى تقطعيها مكعبات وتبقى ماسكه حيلها كده، ماسكه نفسها يعني. بتقشريها وتروحي مقطعاها مكعبات. عندك كيوي حطي، الفاكهه المتاحه حطيها، اللي انت حباها حطيها. دول منجتين حلوين كده كبار، بروح مقشرهم بقى ومقطعاهم مكعبات. وجايبه عنب اهو، العنب الاسود اللي انتوا شايفينه ده، وتفاح، كان عندي تفاح. ببدأ أقطع برضو التفاح مكعبات، والمانجا كده قطعناها خلاص مكعبات، قطعيها مكعبات. والعنب تشيليه من العنقود بتاعه، من العنقود اللي هو الشناعيد دي، وتروحي شايلة العنب منها، مفرطاه يعني. وبعد كده تدربيهم على بعض، وتجيبي بقى ايه جيلي. انا جبت 4 اكياس جيلي. جبته اناناس، وكان فيه واحدة مانجا، 3 اناناس وواحدة مانجا. حابة انت تجيبي اللي هو من غير لون، تجيبي براحتك يعني. ده اللي انا اللي لقيته متاح. قلت اصفر. الاناناس طعمه حلو برضو وفاتح وهيبين الفاكهة. بتجيبيه وتحطيه في بولة وتحطي عليه مية سخنة. انا حطيت زي ما حطيت 4 اكياس جيلي، رحت حاطة 4 كوبايات مية سخنة، ما زودتش عن كده. شايفين حتى الكيس اللي تلاقيه غامق ده هو كيس المانجا، الاناناس كان فاتح. وبعد كده بتضربيه كويس بالميه السخنه. حطيت الميه في الكاتل وحطيته على طول، ما حطيتوش على النار يعني، ميه بتغلي وحطيته عليه ورحت معاملاه بالمضرب، فك معايا. وبعد كده حطيت عليه الفاكهه، حطيت الفاكهه في البطيخه، وبعد كده حطيته على الفاكهه في البطيخه. هنبدأ بقى نحط الفاكهة في البطيخة. هي طلعت كبيرة شوية يعني حقيقي، بس ايه اللي كانت متاحة عندي بقى. حطيت بقى الفاكهة كلها، وبعد كده بقى تروحي تصب عليها الخليط اللي هو خليط الجيل. ما حطيتش انا سكر ولا حاجة، زي ما هو كده حطيت. لكن انت لو مستخدمة جيلي من غير سكر حطي له سكر. بعد كده بقى، بعد ما بتضيفي الفاكهة وتضيفي الجيلي، بتاخديها بقى كده تروحي حطها في التلاجة، تبيتيها ليلة كاملة، تمسك بقى في بعضها كده جامد الفاكهة. وبعد كده بقى ايه، بتبدأي تطلعيها. هي لما لقيت البطيخه مايله ملهاش ركزه قوي، وغطيتها كده زي ما انتم شايفين. وبعد كده حطيتها في اناء زي ده كده. لو انت عندك حاجه اقل من كده اوطى من كده حطي عليها.
عشان تبقى ايه واقفه كده، الجيلي ما يملش منك، ما يبقاش معوج. وبعد كده تحطيها بقى في التلاجة. احنا حطيناها في التلاجة ليله كامله وطلعت اهي، شايفين مسكت نفسها. طبعا انا بحاول اشيل بقى الاطار اللي فوق ده لانها البطيخه كبيره قوي. شايفين اهو الاطار شيلته. لو انت ممكن بطيخه تجيبيها وتعملي نصها، اعمليها بنفس الطريقه، وتروحي واخده نصها وعاملاها كده. بعد كده بقى بتبدأي تقطعيها بالسكينة، الشكل بقى اللي يعجبك. بس حقيقي كان تجربة حلوة، شكلها حلو وجديدة كده وبتشد. تقطع بقى بالطريقة دي، تقدميها بقى بالطريقة اللي تعجبك. تقطعيها بقى، تقطعي كل واحدة من دي 3، تقطعيها شرايح طويلة براحتك، وبتبقى طعمها جميلة قوي وحلوة. وبالهنا والشفا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.